اي شخصيه الواحد بيقدمها لازم تبقى مختلفه عن اي حاجه تانية. انا بعمل رئيس مباحث، وارد ان انا عملته في مسلسل او عملته في السينما قبل كده، فيلم ايام صعبه وخدت عنه جائزه تمثيل. هنا انا بتقدم فيه حاجه انا حاببها، ان هو بيتقدم فيه جانب انساني، وده في الشخصيه انا كنت حابب اعمل دوت. نمره اتنين ان هي فيها جانب كوميدي برغم المأساة اللي في المواقف، ده حاجه لافته نظر. هو انا مش حابب اعرف، لكن هي محبه في الله. يعني انا مش حابب اعرف ايه السر اللي احنا دايما بنتقابل مع بعض، وبفضل الله عملنا مع بعض قلب الاسد، اشتغلنا مع بعض في مسلسل الجماعه، عملنا مسلسل اعتقد انه كان مش بس في مصر، في الوطن العربي، مسلسل ابن حلال، اخراج تاليف حسن دهشان، انتاج صادق صباح، اخراج ابراهيم فخر. انا شايف انه المسلسل عمل رد فعل الى الان وهو بيتعاد بشكل كويس جدا. وده المسلسل العمل الاسطوره، ده العمل الثالث في الدراما. ربنا يسهل يا رب ان شاء الله، وطالعين برضو اصحاب اصدقاء، يعني ان شاء الله تطلع حاجه كويسه. لانه عامل لوك وعامل تركيبه، بس هو مش معروف هو ايه. يعني فكره مثلا يقول لك لا انا ضابط مباحث، لا انا بعمل شرار، لا انا بعمل، هو شخصيه فيها كل حاجه تقدر تتعمل بشكل مختلف. فده وكمان مخرج محمد سامي بيعمل حاجه كده غريبه في الممثل، بيشوف جانب فيه ممكن الممثل ما يبقاش شايفه، فبيقدمه بشكل مختلف، ان شاء الله يبقى رد فعل كويس.